السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غبت عليكم كتير بس انا رجعنا لكم بحاجات تانية جديدة. شفت كده على النت كده حاجات كده حلوة، اللي هي طريقة عمل الفراخ بالمحشي في الكيس الحراري، فقلت اجربها. جبت كده حلة على النار وحطيت فيها معلقة سمنة كبيرة كده ومعلقتين من الزيت كبار. تمام. هبدأ اسبك للمحشي بقى. طبعا المحشي ممكن تعمليه ني في ني، بس انا دايما بحبه متسبك يا جماعة. دي طبعا حرية شخصية بترجع لكل واحد، والمادة الدهنية برضو انت حرة فيها، ممكن سمنة وممكن زيت. عملت بصلتين كبار، عملتهم في الكبة. ممكن تعمليهم بالسكينة كده بإيدك، خرطوهم بإيدك تخريط يعني ناعم. تمام. سبكتهم بقى على البوتاجاز كده او حمرتهم شوية. تمام، حمرتهم شوية كده لما يوصلوا لون شايفاه حضرتك كده. بعدها هنزل بالطماطم. ده عندي كيلو الا ربع من الطماطم. تمام، 5 حبات 6 حبات طماطم كده. بضربهم في الكبة او في الخلاط وما تصفيهمش. تمام، ما تكتريش ميه بقى. حطي بس ميه تحرك الكبة او الخلاط، انما انا ما بكترش ميه فيه وانا بعصرها. هبدا احط نص البهارات بقى كده، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، الكمون، الكزبره، الشطه. ما بضيفش ملح خالص الوقت. بضيف نص كميه البهارات الوقتي، والنص التاني وانا بحطه على ايه، قبل ما الف المحشي على طول. برضو في ناس ممكن تضيف معلقه صغيره من السكر عشان تشيل الحموضه او كلام من الكلام ده، انتوا حريه شخصيه ترجع لكم. بس المتعود على المتسبك ما بتعبش منه، انما اللي مش متعود عليه بيتعب منه. ممكن تعمليه ني في ني، تحط البصل على طول على السمنه او زيت وتنزلي على طول بالطماطم، او تضربهم كلهم في الخلاط مع بعض او الكب عادي. بس المتسبك يا جماعه بيبقى طعمه جميل بصراحه. غطي بقى على تسبيكه السبك براحتها، انا عايزه تنشف خالص. عندي بقى يعني اي قطعه من الفراخ موجوده عندك، مش شرط فرخه كامله بقى، عندك اي قطعه، اجنحه، صدور، دبابيس، اي حاجه. هاخد بقى عندي غسلتها كويس بالليمون، هتعملها شويه تتبيله كده في الخلاط. ما اشطفهاش بقى من الليمون، اسيبها فيها الليمون زي ما هو. احط عليها بقى بصلايه صغيره، فصين توم، حته شطه كده مع فلفل في الخلاط، في الكبه كده، مع شويه زيت، مع فلفل اسمر، ملح، كمون، شطه، بابريكا، شويه صغيرين. اتبل بها الفراخ بس، بتدي بس طعم حلو كده. اركنها بقى على جنب. عندي دي ان حزمه من الشبت وحزمه من الكزبره. بعد ما خرطتهم كويس معاهم شويه توم، ضربتهم في الكبه برضه عشان انعمهم جدا، ما يبقاش في حاجه طالعه منها كده. ضربت التوم مع الحاجات دي بعد ما كنت مقطعاه في الكبه. وعندي بقى دول برضه كيلو الا ربع او كيلو تقريبا من الرز المصري كده، نقيته وغسلته كويس، صفيته من الميه، ضفتهم بقى على بعض وقلبت. هضيف عندي بقى نص البهارات اللي كنت قلت لك عليها بقى. ده عندي مثلا معيار الملح بتاعي معيارك انت في الملح اللي انت بتحطيه باستمرار في الاكل بتاعك، ما نقدرش نوصفه بالتحديد يعني. احط بقى بعد اللي يعني كنت حاطه معلقه صغيره من كل نوع من البهارات. هعمل بقى بقيه البهارات. عندي برشه كمون، فلفل اسمر، ملح، كزبره، شطه، لو في بابريكا ماشي. انا بحب شطه شويه في المحشي، ممكن تستغني عنها لو انت مش بتحبيها، بس هي بتدي طعم حلو بصراحه. اقلب بقى عندي الحاجات كلها دي مع بعضها كده تقليبه كويسه، ادمج البهارات مع الرز، مع الخضره. عندي بقى التسبيكه بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن كده نشفت خالص اهي. تمام، اهم حاجه عندي يا جماعه تكون خلاص نشفت كده حلو. ابدا بقى اخد منها واقلب على الرز بالخضره بتاعتي كده. رز بالثوم بالخضره، اخد بقى واقلب لحد ما الكميه يعني تكون مناسبه بالظبط عندي. دي الخلطه اللي انا بجهزها عشان اعمل شويه محشي صغيرين كده، نعمل التجربه بتاعتنا بقى يعني، ونشوف كده يعني اللي احنا بنشوفه على الفيس صح ولا مش صح. يعني انا اجرب حوار المحشي ده في الكيس الحراري. هي صراحه فكره حلوه ومنجزه قوي لو انت عندك عزومات، لو انت تعبانه وعايز تعملي كله في حاجه واحده ما تستهلكيش مواعين كتير، دي فكره حلوه. تمام. ابدا بقى عندي جبت الكيس الحراري بتاعي، حطيت فيه نقطتين زيت بس كده ومشيته. ممكن ما تحطيش اي زيوت خالص فيه على فكره. تفتحي بقى وتبدا تحطي في الفراخ بتاعتك اي قطع فراخ زي ما انت عايزه. تمام. خدت بقى شويه صغيرين من التتبيله كده. وعندي بقى حشيت كام قرن من الفلفل. ممكن بقى على فكره حلاوتها كمان لو في عندك كوسه، لو كان في عندك مثلا بتنجان ابيض او اسود، هتحشي الحاجات دي بيبقى طعمه جميل قوي مع بعضه كمان عن الفلفل لوحده، بس هو ده المتاح بقى عندي. طبعا اعملي المحشي بتاع الفلفل بالذات ما تحشيش على الاخر، لان لو انت حشيتيه على الاخر الرز بتاعها هيستوي يخرج منه يبقى شكله وحش. لفيت عندي كده كام صباع برده من الكرنب كده، قلت نجرب، احنا مش خسرانين حاجه. عملت كام صباع من الكرنب وكام فلفلايه كده، واحطهم فوق وش الفراخ. متملوش يا جماعه الفلفل لما تحشوه، الفلفل والكوسه والبتنجان ما بتحش قوي. حطيت معاه قرن الشطه السبايسي ده كمان، دي طعم حلو كده. وحطيت المحشي عشوائي يعني، انا كان كل همي بس ان التجربه اشوفها كويسه ولا مش كويسه. وارجع عندي بقى يعني ربع كوبايه مرقه أو اقل من نص بحاجه بسيطه. شوربه فراخ، شوربه لحمه، ما فيش عندك شوربه حطي بس ربع كوبايه ميه عادي وملحيها.
هربط بقى القفل ده يا جماعه، بيجي مع الرباط ده، بيجي مع الاكياس الحراري. على فكره الاكياس دي اكياس ناجحه جدا، يعني تجربتها حلوه. جربتها في الفراخ المشويه الساده من غير اي خضار ومن غير اي محشي، كانت جميله. وجربتها برضو في الفراخ بالخضار، كانت روعه. ابدأي بس خرمي كده بالخله او بتاعه الشيش طاووق دي، خرمي كام خرم في الكيس كده. ما عندكش الخله دي، اعملي بالبوز المقص كده فتحتين صغيرين بس. شلت من الحله بتاعه التسبيكه اللي فيها كلها ومكان التسبيكه برضو. تمام. كنت عامله بصلايه حلقات كده وقرن فلفل حلقات. مش موجوده عندك عادي، ما بتحطها، مفيش مشكله، بتدي بس طعم حلو وبتحافظ على الرصه اللي هي الاخيره في الحله، ان هي لا قدر الله لو حصل مننا النار علت ما يشطش ولا حاجه. ابدا بقى احط الفلفل كده والبصل، لو في عندك شريحه طماطم برضو حطي. وهبدا بقى الف قلت بقى خلاص احنا عملنا التجربه في الكيس ده، لو ما نفعتش يبقى عندنا محشي تاني بديل. وهنلف بقى شويه. كان عندي شويه ورق كرنب كده وورق خاص برضو. ورق الخاص ده جميل، بتجيب الخاص تغسليه وتعملي بقى بالعيدان بتاعته سلطه، تاكليها تتاكل مع اي حاجه خالص. انما عندي بقى الورق بتاعه بغسله كويس وافرد له فوطه نظيفه. تمام. وشغل المروحه عليه تنشف خالص الميه بتاعته، يبقى طري ويبقى جميل. اهو يا جماعه رصينا نصه خس ونصه كرنب، طعمهم بيبقى جميل مع بعض. حطيت طبق بس كده عشان ما يفكش مني. وكان عندي معلقتين تسبيكه فاضلين، حطيتهم في كوبايه عندي كده وقلبتهم بس في مرقه او في شوربه كده، شوربه لحمه فراخ اي حاجه. تمام. هسقي بيه وارجع اكمل برضو سقي الشوربه. وطبعا انا مظبطه الملح بتاع المحشي، واللي عامله حسابي برضو انا حاطه الملح بتاع المحشي ان انا ما ازودوش قوي عشان الشوربه برضو فيها ملح. طيب هو مش شرط برضو تطبخي بالشوربه، لو ما فيش عندك شوربه عملتيه بميه ما فيش مشكله، جميل خلاص. والاخر بتحط عليه تدحي له معلقه سمنه او زيت تحطها على الوش، بيبقى عامل زي الزبده بصراحه. يعني معلقه زيت او سمنه تقدحها كده في الطاسه، تحطها على وش المحشي بعد ما يستوي وتطفي عليه خالص، بطعمه جميل. المحشي بتاعي استوى جميل ما شاء الله. الفراخ دي خدت ساعه و10 دقايق بالتقريب. تمام. دايبه دوب يا جماعه، انا بفتح لكم مجرد ما طلعتها من الفرن ما شاء الله المحشي مستوي جدا وجميل، مش معجن نهائي. يعني بتاع الكرنب ده مش معجن نهائي، ما كنتش متوقعه النتيجه بصراحه. يعني بالامانه ما انا كنتش متوقعه النتيجه، بس بالذات بقى عشان اكون امينه معاكم، الفلفل الكوسه البتنجان جميل قوي كمان على المحشي ده. بالف هنا وشفا. واشوفكم في وصفات تانية جديده باذن الله. مع الف سلامه. ادعمونا بقى باللايك والشير.